بسم الله الرحمن الرحيم. بكل أسى وكل حزن بأننا فقيد الشباب لاعب نادي الزمالك السابق أحمد رفعت، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويتجاوز عن سيئاته. الله يرحمك يا أحمد رفعت، مفيش حد كبير على الموت، كلنا هنموت وكلنا هنقابله وجه رب كريم. إنما اللي ورا الموضوع ده ما يتسكتش عليه. يعني أحمد رفعت الله يرحمه هو عند إيد ربنا. الراجل كان في غيبوبة 3 شهور، لا بيتكلم ولا بينطق والقلب متوقف، لغاية لما من شفناه في حلقة مباشر مع إبراهيم فاهم من 4 أيام. اتكلم وقال لك اللي حصل، لدرجة اللي هو مش فاكر الماتش اللي هو وقع فيه. يعني هو وقع في الملعب في الدقيقة 56 في ماتش فيوتشر والاتحاد. هو مش فاكر الماتش، هو مش فاكر أي حاجة، هو مش فاكر أي يعني من أي حاجة قبل الحادثة مش فاكرها. اي حاجه حصلت قبل الحادثه مش فاكرها. فهو الراجل طلع قال لك انا كنت بين ايدين ربنا وربنا كتب لي اني اعيش، وكنت ممكن اموت في اي لحظه، بس الحمد لله رب العالمين انا قادر ان انا العب واكمل. لكن الراجل يعني بيودع صحابه، بيودعنا، مش عارف اقول ايه. لكن الراجل ده قال حاجات بين السطور مفيش حد يقدر يسكت عليها. الراجل ده قال لك انا تعرضت للظلم في فيوتشر، وتعرضت طبعا عشان قبل ما ياخدوا وليد دابس، وتعرضت لظلم طلائع الجيش مفيش حد يستحمله. الراجل قال ده كلام من بين السطور لازم نعرفه ايه معناه. الراجل ده اللعيبه النهارده كلها طالعه بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في احمد دياب. احمد دياب ده اللي هو رئيس رابطه الانديه والمسؤول التنفيذي لمدير فيوتشر اللي هي دلوقتي مصطفى الوطن. الناس كلها طالعه بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في شوبير نائب رئيس مودرن فيوتشر. يا راجل ده في راي طالع من المقاولين النهارده يقول لك اللي انتوا ما تعرفوش ان احمد رفعت ده لما رفض اللي هو يجدد لفيوتشر، فيوتشر بعت للجيش قال له احمد رفعت متهرب من التجنيد. احمد رفعت كان محبوس 6 شهور ما حدش يعرفه. احمد رفعت اتعرض لظلم نفسي وظلم يعني اذى نفسي ما فيش حد يتخيله. احنا عايزين نعرف مين السبب اللي وصل الراجل ده للمرحله دي. ابراهيم يا فايق، انا طالع الفيديو ده عشانك انت اخر واحد عملت فيديو مع احمد رفعت، وطبعا عارف كل الكواليس واللقاءات اللي حصلت وكل اللي طار مع احمد رفعت. ابراهيم يا فايق انت شغال في الام بي سي تبع قناه سعوديه مش قناه مصريه، يعني انت ما بتخافش من حد، ومسنود من تركي الشيخ ومن ولي العهد السعوديه. اطلع اتكلم وقول احمد رفعت اللي حصل له. اطلع بره ذمتك يا ابراهيم يا فايق قدام الراي العام وقول للناس اللي حصل للراجل ده. اطلع قول لهم الراجل ده ايه اللي حصل له، وصله الاذى اللي هو واقف في الملعب يقع يخش غيبوبه شهرين ويموت. ايه اللي وصل الراجل ده لكده؟ الراجل ما بين ما رضاش يتكلم، قال لك انا في حاجات حصلت معايا مفيش لاعب كوره يستحملها. والنهارده تويتات من لعيبه غريبه اول مره اسمعها وربنا يكون في عونه. مفيش حد يستحمل اللي حصل مع احمد رفعت. ابراهيم يا فايق لما طلعتش واتكلمت وقلت احمد رفعت ايه اللي حصل له قبل الماتش ده او قبل وفاته او قبل وقعته في الملعب من موت فيوتشر وطلائع الجيش، قسما بالله دم الراجل ده او موتة الراجل ده هتبقى في رقبتك انت. قسما بالله الراجل ده موته هتبقى عندك انت. احمد دياب واحمد شوبير عند الله تجتمع الخصوم. الله يرحمك يا رفعت وجعل مسؤول الجنه.